عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. طليت عليكم اليوم فيديو جديد وريسيتي جديدة. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا شوربة مفورة بالدجاج وبالخضرة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم. وتوا نمشيو ديريكت نبداو نحضروا في الريسيت متاعنا. نشوفوا توا شنو باش نستحقوا في الريسيت متاعنا متاع اليوم. لنا خذيت سلق ومعدنوس، نظفتهم وغسلتهم وقطعتهم كيف هكا جويدات. خذيت بصل، سفناريا، جزر يعني، حمص مبلول، جلبانة، زوز ورقات رند، وخذيت الزر متاع الدجاج قطعته كيف هكا. وعندي بالطبيعة الشوربة، هذه هي الشوربة تاعي. بالنسبة للشوربة اللي تتفور يلزم ناخذها من نوع الغليظ شوي. وبالطبيعة عندي لفاحات لنا عندي ملح، فلفل كحل، تابل وكروية اللي هو راس الحانوت، كركم، فلفل زينة، نعناع شايح، وهروس اللي هو الفلفل الشايح المهروش، وعندي هريسة عربي اختيارية، اللي عنده يحط واللي ما يحبش ما يحطش، وبالطبيعة الثوم. هذوما توا لفاحات متاعي. عنا الزيت وعنا الطماطم زاد. نبداو توا باش نحضروا. لنا نجيب اللفاحات هذوك الكل نحطهم كيف هكا. نحط زاد الثوم، نضيف الطماطم. بالنسبة للطماطم اللي يحب يحط طماطم كونسونطري يحط. الزيت، لنا توا خذيت الشوربة تاعي حطيت عليها الزيت كيف هكا. وتوا باش نخلطها يلزم كل كعبة تتبل بالكدي بالزيت، باش بعد تالي ما تلصقناش وتجينا كل كعبة وحدها. وتوا بعد ما اللي كملت خلطتها بالكدي باش نضيفها فوق المكونات هذوك الكل. نضيفها كيف هكا. وبعد تالي باش نخلط كل شيء مع بعضه. في الوقت هذايا اني حطيت المقفول تاعي على النار، حطيت فيه الماء يسخن باش بعد تالي باش نفوروا الشوربه تاعنا عليه. ما بين اني كملت خلطت المكونات هذوما كل مع بعضهم يكون الماء تاعي سخون. نخلط توا كيف هكا كل شيء هكا مع بعضه. ولنا توا جبت الكسكاس وباش نعبيه. الوصفة تاعنا لليوم هي كيما الرز الجربي، ما عدا بدلنا الرز بالشوربة. الشوربة فيسع طيب وخفيفة، نفس المكونات نفس كل شيء متاع الرز الجربي. على كل ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم ويعجبكم الفيديو. وإذا كان عجبكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة بالنسبة للجدد اللي مازالوا ما اشتركوش، وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. أهم حاجة تفعلوا الجرس باش فين نهبط فيديو جديد توصلكم نوتيفيكاسيون. وهذه الشوربة تاعي توا جبتها حطيتها باش تفور. لنا فما اللي خلاها تفور شوية ويحركها وهي في وسط الكسكاس. وبالنسبة لي اني ما نحركهاش في وسط الكسكاس، راهو هتو تشوفوني في وسط الفيديو كيفاش باش نخلطها، على خاطر يلزم نحركها راهو باش اللوطاني يولي فوقاني والفوقاني يولي لوطاني، وهكا المكونات الكل الطيب نفس الطياب. نخليها توا تفور. وقت لا توصل لنصف طياب نولي بعد تالي نرجع لها. لنا توا الشوربة تاعي وصلت النصف طياب. هبطت الكسكاس متاعي وفرغته كيف هكا. كيما قلت لكم فما اللي يحب يخلطها وهي في وسط الكسكاس. بالنسبة لي اني هذه هي طريقتي، نفرغ الكسكاس كيف هكا ونخلط كل شيء على راحتي، وبعد تالي نعاود نرجعها في وسط الكسكاس ونخليها تفور لين تطيب. نعاود توا نعبيها كيف هكا بعد ما اللي خلطتها بالكدي. نرجع توا الكسكاس متاعي على النار يفور. نخلي توا الشوربة تاعي تكمل تفور لين تطيب السفناريا واللحم وكل شيء. ديجا كيما شفتوا السفناريا راهو يلزم نقصها جويدة باش تطيب لنا، خاطر هي تاخد برشا وقت في الطياب. على كل نخلي توا الشوربة تاعي لين تطيب وبعد تالي نهبطها وتشوفها في صحن التقديم ان شاء الله. وهذه الشوربة تاعي حضرت.
نودكم ومن شهيكم، حاجة بنينة على الاخر على الاخر. وكما قلت لكم الشوربة راهي تجي هي أخف من الرز، أما هي راهي نفس الوصفة، نفس الوصفة نتاع الرز الجربي، ما عدا بدلنا الرز بالشوربة. الشوربة ما تاخوش برشا وقت في الطياب وتجي خفيفة زادا كيف كيف. على كل هذايا كان الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله تجربوه. واني تو متبقى لي كان باش نقولكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة وبالسلامة.